السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناة لمسات جميلة. اليوم إن شاء الله جبت لكم وصفة ديال البطبوط الصغير اللي كنعمروه في شهر رمضان وكنحتاجوه بزاف في هذا الشهر المبارك. كنستعملوه في الفطور وكما كتشوفوا معايا العديد من الاخوات اللي ما كيجيهمش داك البطبوط الصغير خاوي من الداخل باش كنديروا فيه ديك الحشوه وكيجينا زوين وكيجينا خفيف. اليوم جبت لكم سر من الاسرار ديالو، واحد الطريقه زوينه بزاف اللي هو البطبوط ديال الخلاط الكهربائي. كيجي روعه، كيجي اسفنجي وخفيف بزاف، وبشرط انكم تتبعوا المراحل اللي غنشارك معكم. كما كتشوفوا معايا ملعقه كبيره من الخميره الفوريه، انا مسرعه الفيديو على حسب باش ما يجيكم طويل. ملعقه كبيره من الخميره الفوريه، عندي ملعقه صغيره من السكر سنيده، وملعقه صغيره من الملح، وعندي 2 كيسان كبار ديال العنبه ديال الماء ساخن، وعندي هنايا نصف زلافه كما كتشوفوا معايا، زلافه باش ديال الحريره اللي كنستعملوا في الحريره ديال دقيق الفينو، وعندي 2 سلايف ديال الحريره ايضا كما كتشوفوا معايا هنايا ديال الدقيق الابيض الممتاز. كندير في الخلاط الكهربائي ديالي الماء، كندير فيه الدقيق الفينو الخميره والسكر والملح، كنخلط مزيان حتى تجانس ليا دوك العناصر. عاد كنخويهم في اناء كما كتشوفوا معايا، وكنعجن مزيان، وكندير الدقيق الابيض، كنزيد الدقيق الابيض شيئا فشيئا حتى كتندمج ليا العجينه ديالي، وكنخليها لينه كما كتشوفوا معايا. غير كنجمع باطراف الاصابع ديالي العجينه ديالي، كنجمعوا العجينه ديالنا مزيان، ما كندلكوهاش بزاف حيت كنخليها ترتاح تخمر. عاد كنخرج من هذاك الهواء، وبطبيعه الحال كنشكلها كيف بغيت. كما كتشوفوا معايا غير كنجمع باطراف الاصابع، ورا العجينه ديالي راه ما قاصحاش وما جارياش بزاف. هنايا كما كتشوفوا معايا ملي خليت العجينه ديالي ارتاحت وجمعتها، بطبيعه الحال ما كثرتش ليها الدقائق كما كتشوفوا معايا، خليتها حتى ارتاحت. دابا ملي ارتاحت غادي نشكلها، غادي نقطعها يعني قريصات صغيورين على حسب البطبوط الصغير اللي غادي ندير. كما كتشوفوا معايا هنايا كنقطع على شكل قريصات صغيورين، ما كنكبرهمش بزاف وما كنصغرهمش عاوتاني بزاف. غادي نخليهم يرتاحوا وغادي نقرصهم. وسر عاوتاني من الاسرار ديال البطبوط الصغير انكم ما تقرصوهش بزاف، خليوه شويه ما بين مغلظ ومرقيق، باش ملي يطيب خاصو ضروري يتنفخ ليكم باش يجيكم خاوي من الداخل. وهنا البنات ملي قطعت كلشي الكراسات ديالي غطيتهم وخليتهم يرتاحوا كما كتشوفوا معايا، يرتاحوا مزيان باش دغيا تقرصوا لينا وياخذوا الوقت ديالهم، حيت شويه الحال بارد. انا خليت لهم الوقت الكافي حتى ارتاحوا باش يجوني ساهلين باش نقرصهم. ودابا غادي نبدا بتقراص القريصات ديالي. ما غنحتاج لا مول فاش غنقرصهم باش يجيني شكل دائري لا حتى شي حاجه، يعني حاولوا انكم تقرصوهم يعني بواحد الشكل اللي هو متساوي وباش يجوكم زوينين. وكنعاود ناكد لكم انهم ما خصهمش يتقرصوا بزاف، وكنبقى على هذه الطريقه حتى نكمل كلشي القريصات ديال البطبوط اللي عندي، وكنغطيهم مزيان حتى يخمروا على خاطرهم. ما نزربوش عليهم، من الافضل نخليهم ياخذوا وقتهم ملي يخمروا مزيان باش يجونا زوينين. ومن بعد كنطيبهم بطريقه عاديه في المقله الوجديه ديال المسمن، كتكون نقيه، وكنطيبوا فيها البطبوط ديالنا بشكل عادي جدا. وكان شاء الله اليوم غادي نشارك معكم واحد الحشوه باش كنعمرهم انا، يعني كنعمرهم بعده حشوات، ولكن اليوم غنشارك معكم واحد الطريقه ديال واحد الحشوه زوينه بزاف اللي كتعجبني بزاف وكنستعملها وسهله. ان شاء الله باذن الله غادي نشاركها معكم في هذا الفيديو هذا.
ملي يطيبوا البيضات ديالنا غادي نغطيهم ونخليهم حتى يبردوا، وعاد ان شاء الله غادي نمشيو باش نقادو الحشوه اللي غنعمرو بها البطبوط. وهنا كما كتشوفوا معايا البطبوط ديالي راه طاب، غادي نخليه يبرد. كما كتشوفوا جا خفيف بزاف وجا اسفنجي ما شاء الله اللهم بارك. تبعوا الخطوات وان شاء الله غادي يصدق معكم 100%. والان غادي نمشيو للحشوه اللي غنعمرو بها البطبوط ديالنا. انا غادي نستعمل فيها كما كتشوفوا البطبوط ديالي من بعد ما برد غادي نخليه على جانب، وغادي نمشيو نوجدوا الحشوه. غادي نحتاج فيها بصله صغيره مقطعه مشلضه رقيقه، غادي نحتاج فيها الفلافل اللي عندي هنا فلفله صغيره صفراء مقطعه كذلك رقيقه جدا، والفلفله خضراء وفلفله حمراء. من الاحسن هاد الثلاث انواع د الفلافل دوزوهم الى عندكم هذيك الاله اليدويه اللي كنشلضوا فيها البصله ونشلضوا فيها اي حاجه بغيناها كتعطينا الخضر رقيقه بزاف. انا هي اللي استعملت، ومن الافضل هي الفلافل والبصله يكونوا مشلضين رقاقين باش يجونا في الحشوه، باش تجينا حشوه ممتازه.
وعندي هنا المايس، عندي هنا تقريبا واحد 4 المعالق كبار ديال المايس. عندي هنايا صدر الدجاج مقطع على شكل مربعات صغيرة جدا. هنايا القياس ديال الدجاج اللي بغيتو على حسب الافراد الاسرة ديالكم. وعندي هنايا اليوغورت طبيعي مسوس، هذا سر من اسرار هاد الوصفة اللي كيخليها زوينة، كيخليها معلكة، وكيخليها يعني كيخلينا ما نحتاجوش اي انواع ديال الفرماج. يعني حشوة اقتصادية ما فيهاش الفرماج، ولكن هاد اليوغورت الطبيعي كيخليها بحال درنا فيها الفرماج وكيخليها معلكة. وهنا عندي واحد الكاسرونه اللي كندير فيها شويه ديال الزيت بلديه. من بعد ما كتسخن مزيان كنشحرها مع ديك البصله مشلده رقيقه. غادي نزيد عليها الفلافل والدجاج ديالنا، غادي نخليوهم حتى يتشحروا مزيان. وبالنسبه للتوابل غادي نحتاج شويه ديال الملحه، غادي نحتاج شويه ديال الابزار، وغادي نحتاج شويه ديال فلفله حمراء على حسب الذوق. ولا كنتو من محبين الهريسه او الحار ممكن انكم تزيدوها هنايا. وإلا كنت عندكم اطفال او ما كتبغوش الحار ممكن انكم تستغنيو عليها. كنشحروا العناصر ديالنا مزيان، كنخليوها حتى طيب وتشرب داك الماء اللي كتطلق لينا دوك الفلافل ديك الخضر ديال الفلفله حمراء وصفراء وخضراء كيطلقوا لينا شويه ديال الماء. ولكن كنخلو الحشوه ديالنا حتى تمص من ديك المريقه مزيان. عاد كنطفيو البوطه وكنزيدو داك اليوغورت طبيعي، وكنخلو الحشوه ديالنا حتى تبرد، وكنبقاو نعمرو في البطيبيطات ديالنا. صراحه كيجوا فنين رائعين، صدقوني جربوهم، انا هادو ما كيخطاونيش، فرجه ممتعه. هنا من بعد ما بردت ليا الحشوه ديالي، من بعد ما زدت عليها العنصر الاخير اللي هو اليوغورت الطبيعي، كنفتح البطيبيطات ديالي كما كتشوفوا معايا وكنعمرهم بهذا الشكل هذا كما غادي تشوفوا. يعني حشوه اقتصاديه زوينه بزاف، والاهم انها كتجي معلكه ورائعه. البنات صدقوني جربوها. وبالنسبه للبطبوط ديالي ملي كنفتحو ما كنلقاش معاه اي صعوبه، كما قلت لكم تبعوا المراحل وغادي يصدق معكم 100%. كما كتشوفوا معايا البطبوط ديالي ملي حليتها خاويه من الداخل، يعني بحال شي بزيطيم، يعني خاويه، ما لقيتش معاها صعوبه. يعني كتغادي تفاداو داك البطبوط اللي كيجيكم لاصق الا بغيتو تفتحوه، يعني ضروري ما كتقطعوه من الجوانب، ما كيصدقش معكم.
جربوا هاد الطريقة د البطبوط اللي تشاركتها معكم وغادي يصدق لكم ان شاء الله. كنكمل البطبوط ديالي بهاد العمارة بهاد الشكل هذا. انا استعملت البطبوط يعني القياس ديال افراد الاسره ديالي اللي غادي نستهلك، وكنزينو هنا بشويه ديال الخس. وبصحتكم وراحتكم، كنتمنى لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش بلايك للفيديو واشتراك للقناه لاول مره يشوف القناه ديالي. كنقول لكم مرحبا والف مرحبا بكم.